هو طبعا الإخوان المسلمين بعد ما فقدوا السلطة فقدوا التوازن وفقدوا عقلهم، وهم ما عندهمش حاجة يخسروها أكتر من اللي خسروه. واحد كان معاه رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء، وكانوا معظم المحافظين بيشكلوا من جماعة الإخوان المسلمين، وكل المناصب العليا بصوا له نفسهم في السجن. فطبعا هم زي واحد فقد كل شيء وما عندوش ما عندوش حاجة أكتر يخسرها، هو خسر تقريبا كل اللي في إيده. سيادتك بتقول أنه عندما يفقد الإنسان كل شيء فلا شيء يتم ويتصرف بلا عقل ولا حكمة. والغريب أن الوفد مثلا على سبيل المثال مسك حكم مصر 7 مرات، ما طلعش أبدا في مظاهرة بعد ما طلع بالحكم. الوفد كان بيجي بانتخابات حرة سليمة وكان بيشكل وزارة، وكان الملك يقيله أو الإنجليز يشيلوه. عمره ما طلع في وزارة أو عمل إرهاب أو عمل مشاكل، كان بيتقبل الوضع، رغم أنه إذا فعل هذا دكتور محمد الناس كتتاف معاه لأنه ضد مستعمر بالضبط، ضد فصيل مش من أبناء البلد. لكن ده سلوك الإخوان المسلمين. وفكرة الإخوان المسلمين على فكرة ابتدت سنة 1928، وكان حسن البنا منشئ الجماعة. كان في جهاز داخل جماعة الإخوان، جهاز تنظيمي اسمه الجهاز الخاص. هذا الجهاز الخاص كان برأسه واحد من الجماعة اسمه عبد الرحمن السندي، وده كانت مهمته الاغتيالات والقتل. وطبعا انت مش ناسي مين اللي قتل النقراشي ومين اللي قتل احمد ماهر ومين اللي قتل خزندار. ده كل ده في الاربعينات، وانتهت ان نفوذ عبد الرحمن السندي اللي هو ماسك التنظيم الخاص بقى يفوق نفوذ حسن البنا منشئ الجماعة. فالإرهاب والعنف ده جزء من تنظيم الإخوان المسلمين، وده ثابت قديما. فاللي احنا بنشوفه النهاردة ده جزء من تفكيرهم وجزء من عقيدتهم، العنف والإرهاب واللي احنا شايفينه. تمام. هل سيظلوا على هذا النهج حضرتك طويلا أم هم في الرمق الأخير؟ أنا اعتقادي مشكلة الإخوان مش مع الحكومة ولا مع الجيش ولا مع الشرطة. مشكلة الإخوان أصبحت النهاردة مع الشعب. الشعب أصبح لا يتقبل. طيب أنا الموضوع معقد جدا. الخصم اللي معاك ما هوش من مصر، لا حماس داخله فيه، ده من 12 دولة، التنظيم الدولي داخل فيه، تركيا وقطر وأمريكا. فأنت ما بتحاربش من الداخل فقط، من الداخل أنت معرض لمستهدف من الداخل ومن الخارج. وفي أموال طائلة بتصرف عشان تؤجج هذا العنف، فأنت مستهدف والعملية مش هتقف. أنت يجب أن تضع في الاعتبار أن المشاكل الأمنية ستظل، وهيبقى فيه تفجيرات وهيبقى فيه عنف، واخد بال جنابك، لكن سيقضى عليه في النهاية. سيقضى عليه إذا أحسننا اختيار، إذا عملنا مجلس شعب قوي، إذا اخترنا رئيس قوي وقادر وعنده فكر، إذا احنا أدرنا الملفات بتاعتنا بحكمة وبعلم واهتمينا بالملف الاقتصادي. أنا شايف الناس كلها بتتكلم على انتخابات، محدش جاب سيرة الملف الاقتصادي. احنا في وضع مالي سيء جدا. الناس مش فاهمة ان لولا مساعدات السعودية والخليج كانت مصر في أزمة طاحنة، ولا زلنا في أزمة. احنا يجب أن نهتم جدا
بالمشاكل الاقتصادية بتاعتنا ونشوف لها حل. الحاجة الثانية ان احنا يعني بنستهلك وقت الناس في محاكمات مرسي. انا ضد المحاكمات على الهوى، ده بيشغل وقت الناس. احنا خلاص تمام. الراجل طيب. قدامه محاكمة، يجب ان بس نوري ملخص بسيط او كده عشان الناس تشوف شغلها. تمام. ونهتم بالملف الاقتصادي. طب مرحلة، ولكن مش كل حاجة. دي مرحلة في سلسلة من المراحل زي ما حضرتك قلت. اختيار أو رئاسة الجمهورية، انتخابات رئاسة الجمهورية واختيار رئيس الجمهورية، دي خطوة تانية، خطوة مهمة جدا. يجب أن نختار رئيس الجمهورية القادم بحيث له شروط، يكون ليه شروط، يكون عنده أفق، كان عنده قوة، يعني راجل نسق في مكانته، نسق إنه ده الراجل اللي هيحمي الشعب المصري، هيأمن الشعب من كل اللي انت شايفه، البلطجة والأمور دي. الحاجة الثانية مجلس النواب برضه مهم جدا انك تختار نائب عنده علم وعنده ثقافة. مجلس النواب ما هواش منظرة، مجلس النواب هو مفهوم جديد غير المفهوم اللي احنا كنا عارفينه. انا مش عايز نائب الشنطة او نائب الخدمات اللي بياخد شوية حاجات ويمضيهم ويجي للدايرة ويقول له انا عملت. لا، النائب ده مسؤول مش عن دايرته، ده مسؤول عن الدايرة الكبرى اللي هي مصر. يعني ده انا اعتقد ان ده شغل عضو مجلس محلي، قرية بالظبط. يعني مش عايز اقول عضو مجلس النواب فيجب ان يكون على كاهله مسؤولية مصر كلها، تشريع والرقابة على الإنفاق العام، صحيح. الحكومة. صحيح. فهل النائب اللي هيتقدم ده عنده ثقافة هذه القدرات وعنده علم بحيث يشرع لي ويشرع لك ويتصدى للمشاكل العامة؟ واخد بال جنابك؟ نتمنى أن اللي يجد نفسه عنده الكفاءة وعنده العلم وعنده الثقافة وعنده الفكر اللي هيقدمه للدائرة وهيقدمه للدائرة الكبيرة اللي هي مصر، صحيح. يتقدم إلى مجلس الشعب. أما النائب بتاع الخدمات فأعتقد أنه ليس له مكان في الفترة القادمة، ليس له مكان في الفترة القادمة. إذا اخترت مجلس شعب قوي فمصر أعدك أن مصر ستكون دولة متطورة، وفي خلال 5 سنين هتكون أنت خلصت الديون اللي عليك وعندك الاقتصاد بتاعك تعافى وترجع مصر لسابق عهدها وأحسن. أكيد. بس أكيد. ضروري. يعني حضرتك عايز تقول يا شعب مصر سيبك من نغمة وثقافة أنا أنتخب الراجل ده لأنه راجل طيب وبيعزيني وبيهنيني وبيجي في المناسبات، في الأفراح والأطراح أيا كان. لا، الاختيار هو ده. الاختيار يجب أن يكون له معايير، الثقافة والعلم والفكر. أنت هتقدم إيه لمجلس الشعب؟ أنت هتقدم إيه للشعب؟ إيه قدراتك؟ ما نحتاجه، نحتاج سيستم، نحتاج تنظيم، ونحتاج كفاءات، ونحتاج علم وثقافة. بعدين يعني أنا هقول لك على حاجة، ممكن أي حزب يترشح وياخد أغلبية كويس، وهو يبقى قادر إنه يشكل حكومة. سنة 50 الوفد فاز بأغلبية ساحقة، خد 228 مقعد. نعم. الحزب اللي يليه الحزب السعديين خد 28 مقعد، فرق بينه وبين اللي وراه 200 مقعد. كان الوفد قادر انه يشكل وزارة وفدية خالصة. ايه اللي حصل؟ النحاس باشا استعان ب4 وزراء من خارج الوفد. حامد باشا زكي اول وزير اقتصاد في مصر، زكي عبد المتعال اول وزير مالية، طه حسين
وزير نعم. المعارف نعم. اللي قال لك التعليم كالماء والهواء. نعم. وأحمد حسين، الدكتور أحمد حسين. مصر الفتاة. لا ده الثاني أحمد حسين، ده غير الدكتور أحمد حسين غير أحمد حسين بتاع مصر. أيوة. أحمد حسين، الدكتور أحمد حسين كان وزير الشؤون الاجتماعية. ما تعرضش. كان وزير الشؤون الاجتماعية. فالأربعة وزراء دول كانوا من خارج الوفد. نعم. نعم. لأن الوفد رأى أن يستعين بالكفاءات على حساب الناس بتوعه. فهل احنا عندنا الناس اللي ممكن تضحي بمصالحها الضيقة الحزبية في سبيل مصلحة البلد؟ أتمنى أن رئيس الوزراء يكون عنده الروح دي أيا كان في الحزب الفائز، أنه لو في كفاءات من خارج الحزب بتاعه يستعين بيها، لأن المصلحة بالحالة دي مصلحة مصر. ده انت ضربت على الوجيعة قوي اللي وجعت مصر في الفترة الماضية يا دكتور محمد، أهل سياسة الإقصاء. أهل الثقة وليس أهل الخبرة. وليس أهل الخبرة. نعم. أنا بضرب المثال بتاع النحاس باشا. أيوة. لما جاب 4 وزراء لا يمت للوفد بصلة في الوقت اللي هو كان عنده أغلبية 90%. نعم. كان قادر أن يشكل وزارة وفدية خالصة وكلها كفاءات. وكلها كفاءات أكيد. والله مش شرط. يعني أنا كنت أتمنى للأمانة أن تكون انتخابات البرلمانية تجرى أولا، ثم الانتخابات الرئاسية. أما وأن يعني حصل اللي حصل والرئاسية في الأول، ليس من الضروري أبدا أن يكون للرئيس ده يرجع له. إذا حب يكون حزب فهو له ما يشاء. هل من الوارد أن يشكل حزب في الفترة؟ والله دي ترجع له. هو ترجع له. لكن حق الترشيح متاح لأي شخص أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، وأن يقدم برنامج يعرضه على كافة الشعب المصري، وللشعب أن يختار بين المرشحين، والبرنامج اللي يحظى بتأييد الشعب، والشعب يثق أن الراجل ده هو القادر على أنه يشيله من الأزمة اللي هو فيها، الشعب يختاره. لكن مش بالضرورة يعمل حزب. وبعدين إذا أراد أنه يعمل حزب يعني لا أجد مانع في ذلك. الرسالة أن الناس تتقي ربنا. نعم. في اختيارها لرئيس الجمهورية القادم وفي عضو مجلس الشعب القادم، وأن يعني يكون هدف النهائي هو مصلحة هذا البلد، وأن تكون النية خالصة في وجه الله ولوجه هذا الشعب العظيم. نعم. طيب أستاذ عبد العزيز قال لك اديك رسالة، حضرتك كنت عايز تعقب على شيء؟ أنا كنت عايز أعقب بس على إنه الإسلام السياسي انحصر، فده ما يخوفكش. نعم. بعد تجربة الإخوان أصبح النفوذ الإسلامي السياسي أقل بكثير. ما تقلقش من دي أبدا، لأن الموضوع في يد الشعب. نعم. والشعب جربهم. أكيد. وأنت مش عايز بقى إنك تقنع الشعب شايف بنفسه. طيب أستاذ عبد العزيز، الرسالة اللي حضرتك عايزها. رسالة 30 ثانية أصلا. لكل السياسيين، خلص الوقت. لكل السياسي مصر. نحن نملك جهاز إعلام قوي ومحترم يملك كفاءات اسمه التلفزيون المصري. نرجو من السادة السياسيين في الأشكال المصرية حينما تريد أن تعبر، لن يكون هناك منبر يحترم غير التلفزيون المصري، ولا يخاطب الشعب المصري إلا من تلفزيون الدولة. كما أكرر أن السيد المشير السيسي نبتة وطنية خالصة محترمة، ملناش أي أهواء، يعني ملناش الدولة ما فيش له أي أهواء الحقيقة. هذا الجهاز العظيم تلفزيون الدولة كانت مشكلتنا مع مرسي إنه كان شغال على الأناضول والأنواع والجزيرة. فاحنا دلوقتي عندنا جهاز يا ريت يفعل ويحترم، إن شاء الله. ومارسوا من خلال هذا المنبر خطب الشعب هو أقرب إليكم. احنا ما فيش بيننا وبين السياسيين أو القائمين على الدولة أي حاجب أو حاجز. تعالوا شوفوا الناس وكلمونا عبر وسائل الإعلام واعرضوا برامجكم، واحنا تحت أمركم. أنا بشكرك يا أستاذ عبد العزيز على يعني روحك الطيبة تجاه وطنك وحبك
فانت واحد منا طبعا. طبعا الشكر، كل الشكر لسيادتك يا دكتور محمد، بشكرك على نبل اخلاقك ووطنيتك، شكر جدا. فاظهرت لي النهارده رقي شديد جدا شكرا. في الالتزام كمان بالوقت، واثبتت انك رمز من الرموز الوطنيه المخلصه لهذا الوطن. بشكر حضرتك جدا. شكرا سيد عبد العزيز. الشكر موصول لحضراتكم اعزائي المشاهدين ولكل اسره البرنامج، ونتمنى ان نكون اضفنا جديد من خلال هذه الحلقه، والى ان نلتقي بحضراتكم من خلال نبض جديد ونبض الشارع. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.